اللي قدامنا ده سامح حسين، ممثل مصري بقى نجم شباك وليه أفلام من بطولته وأجره بقى بالملايين. استضافوه في برنامج وهو بيتكلم عن طفولته، قال بالحرف كده: أمي كانت كل ما بتروح عند حد من قرايبنا تقول لهم لو عندكم أكل فايض منكم بلاش ترموه، عشان عندي شوية فراخ بربيها والأكل ده هينفعهم. بس الحقيقة إن ما كانش فيه فراخ، كنا احنا الفراخ. انا بقول ده وكل فخر. على فكره والدتي رحمه الله عليها تقوم رايحه لقرايبي تقول لهم احنا مربين فراخ، فيقوموا مدينها بقايا اكل او بقايا رز، بقايا مش علشان الفراخ، بس احنا الحقيقه كنا احنا الفراخ. متخيل هو بيحكي الكلام ده وهو نجم، عشان يقولك قد ايه هو عانى في البداية وإنه مش بيخجل من فقره. خبطت على كل البيبان طالما حلال وشريفه وعندي الحلم والامل، فابتديت اشتغل فوعلي. انا ظهري من تحت الفقرات اللي تحت دي تعباني لغايه دلوقتي، قبل بقى المواتير والحاجات دي اقوم مطلع الرمل على الطوب على لغايه لما ظهري وجعني. وكمان دور رمزي اللي عمله في راجل وست ستات، اللي عمل له شهرة واسعة وخلاه نجم بعد كده، ما كانش هيعمله والمخرج كان رافض أصلا وجوده. اللي عايز أقوله لك هنا: اوعى تفتكر إن الدنيا بتمشي كده بالصدفة، ده تدبير ربنا ليك عشان يعوضك، وخليك متأكد في عوض ربنا ليك، بس انت اجتهد واعمل اللي عليك. ومن صغري ولغايه دلوقتي اشيل اللي بيشتغل ده وهو محترم ويساعد اهله، اشيله فوق راسي لان حسيت بيه، واليقين في الله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني هيطبطب عليا اكيد. حتى وانا شغال هو ربنا بيطبطب عليا اصلا، مخليني حابب. لا اتمرمطت كتير. وكمان اوعى تفكر ان اللي هتتحرم منه ده شر ليك، ولا اللي هيتفرض عليك هيكون سبب شقائك. لا، تدبير امرك ده بايد ربنا. مهما حاول اللي حواليك يوقفوك او يعطلوا مسيرتك، ثق وتأكد تماما ان الامر كله بايد ربنا، ومفيش حد هيقدر تماما يغير اللي ربنا كتبهولك. اجتهد واصبر وثق في ربنا، وهتحصد نتائج تعبك في يوم من الايام. سلم امرك لله.